أنا سناء، عندي 32 سنة. بصوا حكايتي واتعلموا منها. أنا حبيت واحد جرن قوي واتعلقت بيه، وهو كمان حبني قوي واتعلق بيا. أنا متدينة ومحترمة ومن عيلة، بس عندي مشكلة واحدة بس، ودي مش بمزاجي، ده قضاء ربنا عليا. إن جسمي زايد شويتين، زي ما بيقولوا سمينة حبتين. لكن ده ما كانش بمزاجي ولا بإرادتي. حاولت أخس كتير بس قالولي هي جيناتك كده، لازم حتى لو خسيتي هترجعي تزيدي تاني. خدت تريقة كتير وكلام كتير، لكن هو كان مقتنع بيا وحاببني وحابب شخصيتي وحابب ان انا متدينة وبتقي الله في كل تصرفاتي، وانا متعلقة بيه قوي. بعد ما اتخطبنا بشهر واحد، والدته قررت تخليه ينفصل عني، وقالت له لا دي مش تنفعناش، دي مش هتخلف، ودي مش هتجيب لك اطفال. وانا كان نفسي اتجوزه، لكن هي منعته وغصبت عليه سيبني، وقالت له دي استحالة هتجيب ولاد، دي استحالة هتكون ام. وقدرت حاجات القدر عمره ما قدرها عليا، هي بس اللي حسبتها بدماغها وفرقتنا. وده كان يوم اتعس يوم في حياتي، اتكسرت فرحتي واتكسر قلبي يوم ما جاب لي دبلتي وقال لي انت ما تنفعنيش، امي مش موافقه وانا ما اقدرش اغضب امي، وغصب عني سامحيني. جت بعدها ارتبطت بعد ما خلاص قلبي اتكسر، وكنت حاسس فيا الكلام اللي هو قالهولي، لاني ما كنتش عارفه اكمل حياتي ازاي من غيره. وفعلا اتخطبت البني ادم ابن حلال ومتدين وبيتقي الله فيا وبيعرف ربنا، لكن قلبي لسه مكسور. كل ما بشوفه قدامي بحس ان انا تعبانه ومخنوقه، وبحس ان انا كنت عاوزاه هو، ما كنتش عاوزه جوزي. والشيطان دايما بيضحك عليا وبيلعب بعقلي. اتجوزت وخلفت، بدل الولد 2 وبدل البنت 2، وهو اتجوز وخلف صبيان وبنات. لكن انا كنت حباه هو وعاوزاه هو، ولغايه دلوقتي انا بحبه ومتعلقه بيه، بس ما بعملش حاجه تغضب ربنا، بحب من جوايا، لكن ما اقدرش اقول له الكلام ده. ودلوقتي والدته مجوزاه بنت واحدة، صاحبتها الروح بالروح وشقيقتها، لكن مش مريحاها، وطول الوقت في مشاكل، وبتضطر تستحملها عشان تعدي والدنيا تمشي. لكن عمرها ما ريحتها، وعمرها ما قالت لها كلمة حلوة، وعمرها ما عملت لها حساب. وعمري ما بقول ده ذنبي يا رب وخلصهولي، لا، بقول دايما بتمنى لهم الخير. وانا اتجوزت ومعايا دلوقتي ولادي مليون عليا الدنيا، بس حاسه ان حاجه ناقصاني، حاسه ان انا كل ما بشوفه قلبي بيتكسر، وكل ما بشوفها بحس ان انا مش قابلاها. امه دي اللي فرقتني، ام اللي خلتني ضيعته، وطول عمري كنت بتمنى ان انا اعيش معاه. دلوقتي انا معايا زوج وليا بيت، بس حاسه ان حاجه ناقصاني، مش مرتاحه، مش خدت اللي انا بحبه، وده غصب عني، قلبي ما اقدرش اتحكم فيه. انا دلوقتي بسأل عليه وبعرف اخباره، هل ده حرام عليا؟ هل ده خيانه لجوزي؟ انا ما بعملش اي حاجه غلط، بس غصب عني بحاول اطمن عليه.